الهلال السوداني يتقدم بشكوى ضد النادي الأهلي. أكد تقرير صحفي أن النادي الهلال السوداني يتقدم بشكوى رسمية ضد النادي الأهلي مدعيا تعرض لاعبه لهتافات غير مقبولة من جماهير القلعة الحمراء. وفاز فريق الأهلي على نظيره الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي أمس السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا. وبحسب صحيفة سبورتاج السودانية فإن مسؤولو نادي الهلال تقدموا بشكوى ضد النادي الأهلي إلى مراقب اللقاء بحجة تعرض لعيبه لهتافات عدائية من جماهير النادي الأهلي قبل انطلاق لقاء الأمس. وبالفعل دون المراقب شكوى نادي الهلال، وأضافت الصحيفة أنه وقعت مناوشات بين جماهير الأهلي وبدلاء الهلال خلال اللقاء. ودون المراقب هذه الأحداث أيضا في تقريره. وأشارت الصحيفة أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي طالب جمهور ناديه بالهدوء كما توجه إلى مراقب اللقاء، وأخبر بأن بدلاء الهلال هم يستفزون جماهير القلعة الحمراء. وتأهل الأهلي رفقة صن داونز إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عن المجموعة الثانية، بينما ودع الهلال والقطن الكاميروني البطولة رسميا.